على يمينه هوبا. الله الله الله، في الدقيقة الأولى بتعمل إيه يا جون؟ 1-0، هدف جميل جدا جدا. تعادل صاعق للنادي الاهلي امام يانج افريكانز في تنزانيا. الناس كلها او اي حد ما شافش المباراه هيقولك ان التعادل ده بمثابه فوز النادي الاهلي لان هو خارج الديار وانت خدت نقطه مهمه جدا في تنزانيا، لكن من وجهه نظري ان النادي الاهلي كان ممكن يكسب 3-0 هناك عادي جدا. لان انت لو جيت بصيت حتى على الجون اللي دخل في النادي الاهلي، جون من غلطه ساذجه جدا من ديانج. انا من نفسي افهم انت ليه ما بتضغطش على اللعيب. يعني بحس ان ديانج بيحلق اي كوره رايحه تتشاط على النادي الاهلي، المفروض ديانج هو اللي يقطع الكوره او هو اللي يعمل بلوك للمهاجم. ديانج بيخش يحلق، دايما بتلاقي ان ديانج هو اللي في ظهر المهاجم، مع ان في هي الكوره دي اتكررت في نهائي القرن بين النادي الاهلي وبين الزمالك في تسديده لمصطفى محمد تقريبا او زيزو، وحمدي فتحي عمل بلوك قدام اللاعب عشان الكوره ما تروحش على الجون اساسا. انا ما اقدرش الوم الشناوي في الهدف، ما اقدرش الوم لان الكوره صعبه جدا، اللعيب مديها له في زاويه صعبه جدا، حتى الشناوي رايح معاه وحاطط ايده في الكوره لكن صعبه جدا على الشناوي. شوط اولاني كارثي للنادي الاهلي، شوط اول كارثي بكل معنى الكلمه للنادي الاهلي. تمركزات غلط من اللعيبه، خط نص يعتبر انا ما كنتش الشوط الاولاني ما كنتش بلعب بخط نص. عندي ديانج، عندي امام، عندي مروان عطيه، الثلاثه سيئين جدا، الثلاثه مش عارفين يسيطروا على الكوره، مش عارفين يسيطروا على نص الملعب. ارتداد رهيب جدا من النادي الاهلي، النادي الاهلي نزل عامل حساب ليانج افريكانز زياده عن اللزوم. انا مش بكلمك ان انت تنزل مستقل بالخصم او الكلام ده، لا، انت نزلت متراجع زياده، انت النادي الاهلي هم اللي كانوا عاملين لك حساب، لكن التراجع اللي انا شفته من النادي الاهلي في الشوط الاولاني ده غير مبرر، غير مبرر. ان بيرسي تاو الاقيه في نص الملعب، حسين الشحات الاقيه في نص الملعب، مفيش غير كهربا لوحده اللي قدام. كمان في اوقات في الشوط الاولاني كهربا كان بينزل نص الملعب. طب ليه؟ ما انا هسجل هدف ازاي وانا اللعيبه بتاعتي كلها متراجعه؟ ديانج مش عارف يطلع بالكره، ديانج النهارده ما طلعش بالكره اساسا. تمام؟ فانا كنت متاكد مليون في الميه ان لو قفشه ما نزلش هو عمرو السوليه شكل النادي الاهلي مش هيتغير. ففعلا في الشوط الثاني نزل قفشه ونزل عمرو السوليه ونزل كريم فؤاد، فطريقه اللعب اتغيرت وشكل النادي الاهلي اتغير، بمعنى اصح الملعب اتحرر بالنسبه للنادي الاهلي. ليه؟ لان قفشه اكتر لعيب، ودي دايما بقولها، اكتر لعيب يعرف يسيطر على الكوره تحت رجله ويخلي الكوره تحت رجله ويوجد لك حلول في الملعب. تمام؟ غير ان عمرو السوليه هو بالنسبه لي مايسترو النادي الاهلي، عمرو السوليه في قمه مستواه هتاخد منه كوره عظيمه بصراحه. لكن اللي انا شفته من مروان عطيه النهارده او بشوفه اصلا بقالي 10 ماتشات من مروان عطيه مستوى سيء جدا. الناس كلها بتيجي تسال ايه اللي حصل للنادي الاهلي يخلي شكل النادي الاهلي يتغير من موسم للتاني بالشكل ده او من بدايه مباراه اتحاد العاصمه. هقول لك السبب في شكل النادي الاهلي الكارثي في الموسم ده هو حاجه واحده بس من وجهه نظري او اكتر حاجه مؤثره: رحيل حمدي فتحي. ببساطه رحيل حمدي فتحي، تمام، انت اعتمدت على مروان عطيه، مروان عطيه مع احترامي الكبير ليه مروان عطيه ما يجيش حاجه في حمدي فتحي. حمدي كان لعيب اندر ريتد، لعيب مقاتل، لعيب قوي جدا في الملعب، لعيب التحاماته قويه جدا، لعيب كان من اكتر اللعيبه في الدوري المصري اللي بتفسد هجمات الخصم، من اكتر اللعيبه في الدوري المصري اللي كانت بتقطع كرات. حمدي فتحي انت ما عرفتش تعوض غيابه، فبالتالي انت بقيت محتاج عشان تقطع الكره من الخصم ان في اتنين من نص الملعب يرجعوا، تمام، اللي هو ديانج ومروان. بل بالعكس في ماتشات انت بتحتاج كمان ان امام يرجع ورا يسند معاهم. ليه؟ لان هم مش قادرين يقوموا بدور حمدي، الدور اللي حمدي كان بيقوم بيه لوحده. لو انت كنت فاكر مع موسيماني حمدي كان بيلعب هو والسوليه لوحدهم في نص الملعب، تمام، قفشه كان دايما بيزيد لقدام، قفشه عمره ما كان راجع يدافع. ليه؟ لان حتى والسوليه كمان كان بيزيد لقدام. في مباراه النهائي قدام كايزر تشيف عمرو السوليه كان دوره كله هجومي. طب ليه؟ السؤال هنا ليه؟ لسبب بسيط جدا، لان انت وانت بتلعب بحمدي فتحي انت مش محتاج نص ملعب دفاعي تاني. يعني من وجهه نظري ودايما انا بقول كده ان طارق حامد وحمدي فتحي اتنين نص ملعب مش هيتكرروا او صعب يتكرروا في تاريخ مصر. على القوه الدفاعيه اللي موجوده عند الاتنين، لا، الاتنين لعيبه عاليين جدا. انت تتفق او تختلف مع الكلام دي حاجه ترجع لك، لكن انا بقول لك بص على منظر النادي الاهلي من غير حمدي. هي مشكله النادي الاهلي الهجوميه او مشكله النادي الاهلي في استغلال الفرص دي مع النادي الاهلي بقالها فتره، تمام، ولكن زادت الفتره دي
ان النادي الاهلي ابتدى يستقبل اهداف، والنادي الاهلي في فتره حمدي او لما حمدي كان متواجد كنت بتشوف ان حمدي بيعرف يعمل زياده هجوميه مع النادي الاهلي اللي بانت بشكل مش طبيعي او بشكل عالي، خاصه في مباراه الزمالك. يعني بانت قوي الزياده الهجوميه اللي حمدي فتحي بيعملها في المباريات دي، او في اخر مبارياته مع النادي الاهلي، حتى في مبارياته مع منتخب مصر. فغياب حمدي فتحي او رحيل حمدي فتحي عن النادي الاهلي بقى مشكله كبيره جدا بتواجه النادي الاهلي. ليه؟ لان انا وجهه نظري ديانج بيقدم فتره من اسوأ فتراته مش مع النادي الاهلي من ساعه ما بدا الكوره اساسا. ديانج لعيب عنده قوه بدنيه عاليه جدا بتساعده جدا، لعيب بيقدر ان هو يطلع بالكوره ويعمل مشوار ويعدي لك نص الملعب كله، تمام، عنده سرعه في الموضوع ده، بيعرف يطلع بالكوره صح. لكن ديانج دفاعيا سيء، دفاعيا سيء باينه جدا، تمام. النهارده هتقول لي غياب عبد المنعم اثر، لا، انا وجهه نظري ان غياب عبد المنعم ما اثرش، لان رامي وياسر يعتبروا عملوا اللي عليهم، وانت اساسا ما كانش عليك اختبارات كتير، او ما كانش في اختبارات كتير رايحه للشناوي غير كره الهدف والانفراد، تمام. واحده الشناوي صدها والتانيه دخلت جون بسبب ان ديانج ما عرفش يضغط على المهاجم. ديانج لو كان هو اللي قدام المهاجم او حط رجله في الكوره كانت المشكله اتحلت. لكن انا ما اقدرش الوم على رامي ربيعه في الهدف، لان رامي ربيعه معاه لعيب ما يقدرش ان هو يسيب اللعيب، لان هو لو رامي كان ساب اللعيب اللي معاه كانت ببساطه اللعيب اللي جاب الجون هيقدر يوصل الكوره للعيب اللي سابه رامي ربيعه واتسجلت برده هدف. فكل لعيب مكلف برقابه لعيب جوه منطقه جزاء النادي الاهلي، فما ينفعش ديانج يبقى متاخر بالشكل ده. ديانج حتى لو انت لاحظت ان تقريبا اخر 7 ضربات جزاء اتحسبوا على النادي الاهلي، ديانج متسبب في 5 ضربات جزاء منهم، بلا مبالغه ديانج تسبب في 5 ضربات جزاء على النادي الاهلي، لان ديانج دفاعيا سيء، تمام. مروان عطيه دفاعيا سيء. هتقول لي سيء ليه؟ هقول لك السبب بسيط جدا. شوف كميه الميس باص اللي عملها مروان عطيه النهارده في الملعب مش طبيعيه، حتى امام عاشور مستواه متراجع. فالفكره ان انا لا ادي فرصه لعمرو السوليه بالمنظر ده، لا ادي فرصه لعمرو السوليه فعلا، لان عمرو السوليه في قمه مستواه بتاخد منه احلى كوره. والنهارده بعد فتره الغياب الكبيره اللي كان بعيد فيها عمرو السوليه ورجوعه النهارده في مباراه يانج افريكانز، لا فرق بشكل كبير مع النادي الاهلي. ان برضو نرجع ونتكلم في نفس النقطه تاني اللي هي اهم نقطه، مين بيحاسب اللعيبه دي بعد الماتش؟ مين بيحاسب حسين الشحات على الكور اللي بيهدرها؟ احنا اتكلمنا عن حسين الشحات في الفيديو اللي فات، وهي نفس الاخطاء. حسين الشحات ما اتغيرش، يعني معنى كده ولا المدرب كلمه ولا مدير الكوره كلمه ولا اي حد كلمه، لان الراجل ده لو حد كلمه مش هيغلط نفس الاخطاء تاني. هي يا حسين، هي لا، انت تقعد بقى كده، تقعد. ما انا كده كده مش مستفاد منك في حاجه في الملعب. كهربا النهارده ما جاتلوش غير كورتين. هتقول لي ليه؟ اقول لك لان حسين الشحات ما كانش قايم بدوره، الوحيد اللي كان مموت نفسه في الشوط الاولاني كان بيرسي تاني. انا زعلان ومحروق دمي على 3 نقط سهلين ضيعتهم في تنزانيا. سهل جدا انكم تاخدوا ال3 نقط النهارده. استهتار ما بعده استهتار من لعيبه النادي الاهلي بعد ما سجلوا الهدف، لان هم افتكروا ان الماتش خلص. ودي آفة عند اللاعب المصري. اللاعب المصري دايما عنده كمية استهتار بطريقة مش طبيعية. يسجل هدف في الوقت الأخير من المباراة تلاقي إن بعدها على طول لبس هدف. نازل قدام فرقة مستهزأ بيها على طول يلبس هدف. هي دي الآفة اللي الموجودة عند اللاعب المصري أو عند الفرق المصرية كلها. الاستهتار بالمنافس. زي ما حصل النهارده من بيراميدز. بيراميدز النهارده اتغلب 2-0 من نوازيبو. فرقه ما حدش يسمع عنها اصلا. فرقه تقريبا دي اول مشاركه ليها في دور المجموعات. اول مشاركه ليها في دوري الابطال. غلبت فرقه مليانه نجوم بملايين حرفيا. فاللي بيحصل ده طبعا نتيجه ايه؟ نتيجه الاستهتار اللي بيحصل من اللعيبه. لان مفيش حد بيحاسب اللعيبه دي. وربنا يستر على الزمالك. والله بجد بالمنظر ده ربنا يستر على الزمالك. لان هو اسبوع غريب في افريقيا كلها. مازيمبي بيغلب سان داونز. سان داونز اللي كان بقالها 523 يوم ما اتغلبتش في دوري ابطال افريقيا. مازيمبي غلبها. ومجموعه طبعا من بيراميدز صعبت جدا على بيراميدز، لان بيراميدز لو كان كسب النهارده كان فرق بشكل كبير، لان هو كسب مازيمبي، تمام. المشكله ان انت هتقابل سان داونز الماتش الجاي وبعدها هتيجي تلعب مع سان داونز هنا، فلا هي في مشكله. هتقابل بيراميدز وبالمنظر ده، يعني انا توقعي الشخصي ان بيراميدز ضيع على نفسه التاهل في المباراه بتاعت النهارده. بيراميدز لو كان قدر، يعني بيراميدز عكس الاهلي بشكل كبير جدا.
الاهلي مجموعته سهله الى حد ما كمان، يعني مجموعه الاهلي انت جيت بصيت لقيت ميداما غلبت شباب بلوزداد، تمام. والنهارده النادي الاهلي تعادل وخد نقطه مهمه جدا، حتى رغم الاداء السيء خد نقطه مهمه من يانج افريكانز في تنزانيا. ومجموعه الاهلي سهله، لكن مجموعه بيراميدز صعبه، واللي حصل النهارده صعب مجموعه بيراميدز اكتر. كل الفرق بقت 3 نقط، وبيراميدز هتلاعب الماتش الجاي سان داونز. فطبعا انا وجهه نظري الشخصيه ان بيراميدز ضيع على نفسه التاهل في مباراه النهارده. ما تقنعنيش ان اللعيبه اللي اتغلبت النهارده، وارجع اقول لك بسبب الاستهتار، هتعرف تغلب سان داونز، لان النادي الاهلي في جبروته ما كانش بيعرف يغلب سان داونز. ولكن ارجع اقول لك حاجه مهمه جدا، الاستهتار اللي بيحصل من اللعيبه المصريين والانديه المصريه في بعض المباريات بيكلفهم بطولات. مش هقول لك ان هو يخسر نقطه او نقطه، لا بطولات. لان لو ما كانش في استهتار من النادي الاهلي في ماتش الاتحاد العاصمه في السوبر، ما كانش النادي الاهلي خسر. بس وانا بقول لك ان بالمستوى ده النادي الاهلي يتحسن الشوط الثاني، ولكن في بعض اللعيبه لازم تتحاسب من الاداره. مش هقول لك بقى من المدير الفني، من الاداره. كابتن الخطيب لازم يقعد مع اللعيبه دي، يا اما انت ترجع لمستواك يا اما تقعد، وحتى لو الاهلي يلعب بالناشئين لكن ما يبقاش المنظر بالطريقه دي. طبعا على راس اللعيبه دي اللي الناس كلها مش طايقاه حسين الشحات. حسين الشحات، وما تقوليش انت مشخصنها مع لعيب، لا. حسين الشحات مستواه سيء، ديانج مستواه سيء، مروان عطيه مستواه سيء. يعني دي لعيبه بقالها اكتر من 10 ماتشات مستواها بينزل مش بيعلى. فلا، اللعيبه دي لازم حد يقعد ويتكلم معاها. بس وان شاء الله نعمل لكم فيديو جديد. السلام عليكم.